النهارده كنا بنفكر نعمل انبوكسنج زي الفلوجرز المشهورين. خلينا بقى في التنس. ايه الجهاز ده بقى؟ الجهاز ده جالنا من وينر كابتن وحيد ده. دايما انا بجيب سيرته كتير جدا علشان هو من خبراء شد المضارب في مصر، وطبعا كل الادوات والحاجات دي. ايه بقى الجهاز ده؟ نتكلم عنه ازاي؟ الجهاز ده ابسط مثل عليه كنت بحكي للعيبه بتوعي. هو عامل زي ما يكون عارف الاسد لما يجري في الغابه ورا الغزاله وبعدين يلحقها ما يلحقهاش. احنا بقى جايبين له غزاله مربوطه. يعني ايه؟ يعني مكتفينها له هنا وواقفه. فاللي مش عارف يضرب الغزاله دي وهي مربوطه ما يسالنيش بقى على الكره اللي هي بتجري. اول فايده ليه ان انت ممكن تقدر تتمرن بيه في المستويات اللي لسه في الاول. الكره ثابته في مكانها، واسمه توب سبين برو. ميزته عن الاجهزه اللي شبهه زمان ان الكره بتلف. شايف السبين اللي في الكوره وحاطط فيها لونين عشان تلف. بينفع في ايه بقى؟ سيبك بقى من الايدين، خلينا في الرجلين. هو بيعلم اللعيب من الاول السبيسنج، المسافه اللي بينه وبين الكوره يظبطها. وبعدين نيجي بقى للضربه. الكوتش ممكن يظبط التكنيك ويعلم اللاج ويعمل الاوبن ستانس ويعمل كل اللي هو عايزه في الفور هاند. وكمان في الباك نفس القصه. في الباك هاند هتتعلم ان انت تحط رجلك الشمال وتدخل باليمين وتلف الكوره وتجيب بيها السبين اللي انت عايزه. ممكن تعمل بيها تمارين ان انت تلعب فور هاند وباك هاند. الجميل بقى ان هي ممكن تستعمل في مساحات صغيره. يعني انت ممكن تستعملها في البيت، في جنينه. فاللعيب في الاول محتاج، احنا قلنا الضربه بتحتاج تكرارات كتير جدا، فيقدر يعمل كده كتير قوي. في اوبشن بقى زياده جميل جدا بنستعملها في السيرف. امسك كده يا عبده. يعني ايه في السيرف؟ لعيبه كتير مش متخيله ان السيرف بنلفه ازاي. يعني بنخبطه كده ولا بنلفه كده ولا بنزحلقه كده. فدي هتساعدك قوي ان اللعيب يتخيل اللفات اللي في السيرف، يتخيل السايد سبين اللي في السيرف. ناس كتير قوي متخيله ان السيرف بيتلعب من تحت لفوق كده. هو بيتلعب في سايد سبين شويه كده. يعني ده السلايس وده الكيك. بتساعد اللعيبه انها تتخيل ان الكره بتبقى في الهواء وانت مش عارف تثبتها له فوق. لكن الجهاز ده بيثبتها لك فوق وتعرف تتعلم عليه السبين. ليه مزايا كتير صراحه. من ساعه ما جه وانا ما بطلتش استعمله. هو موجود عندي في الملعب على طول. بعد ما بتخلص هو بيتفك كله. طبعا بيطول وبيوطى. والحاجه الجميله ان انا سالت عليه، هو ديورابل، والكوره دي يعني قوي التحمل. الكوره دي اصلا لما بتبوظ بتتغير، بيجي لك معاه حاجات سبير عشان تعرف تغيرها. والارتفاع بتاعه زي ما انتم شايفين بيعلى وبيوطى على حسب اللعيب. بقيت بقى جزء كبير من التمرين بتاعي وموجود معايا على طول دلوقتي. انا لسه لغايه دلوقتي مش عارف هو في مصر سعره بكام، بس هنسال ان شاء الله كابتن وحيد ووينر وتوب سبين برو. شكرا.